رسيت مركب نوح ونزل الناجين منها، ونزل نوح والفئة القليلة اللي بدأت معاه واللي أمنت بيه، ومعاه بعض الحيوانات عشان تكمل وتستمر الحياة. وانتهى كل الضالين المضلين العاصين الغير مؤمنين بالله، وبدأ عهد جديد. تعدي السنين ورا السنين والشيطان مركز في هدفه ومركز في رسالته. قدر الشيطان بعد 1500 سنة شغل وجد واجتهاد وتعب يقنع الناس تاني، الأجيال اللي تلت عهد نوح والناس اللي كانوا معاه اللي كبروا وتكاثروا بعد 1500 سنة، سنة 2400 قبل الميلاد، تبتدي البشرية تاخد مستوى جديد من البنيان ومن الفكر ومن الذكاء ومن التطور. يبتدي الإنسان يعرف العمارة ويعرف التصنيع ويعرف الزراعة ويعرف التخزين، وفي نفس الوقت يعرف برضو إن مفيش إله ومفيش رب، وابتدى برضو يعمل نفس اللي عمله قوم نوح ويعبد الأصنام. في الوقت ده كان لازم رسول قبل ما يحصل الهلاك، كان لازم نبي ورسول يوضح ويبين ويقول لهم بلاش، كفاية، اشكروا ربنا عن النعم اللي انتوا فيها. ولكن النبي بتاع الحلقة دي واحد من أقوى الأنبياء اللي واجه أقوى العصور وأقوى العهود وأقوى الأزمنة وأقوى أنواع البشر في العهد ده. أنا أقدر أقول عليه هو عهد هود والحيتان، لأن هود لما نزل عليه السلام ما نزلش لقوم عاديين، ده نزل لقوم عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. هنبدأ حلقة جديدة مع الأنبياء والبزنس وهود والحيتان. تبدأ قصة سيدنا هود سنة 1400 قبل الميلاد، بعد تقريبا 1500 سنة من عهد نبي الله نوح. مين هم قوم عاد؟ قوم عاد دول كانوا موجودين في شبه الجزيرة العربية اللي هي المنطقة دلوقتي اللي بتسمى اليمن أو دولة اليمن. قوم عاد اشتهروا جدا بأن هم بنيانهم كان قوي وأجسادهم كانت قوية، وكان عندهم معمار قوي جدا ومتقدمين في العمارة، حتى الآثار بتاعتهم اللي ظهرت لينا بتؤكد الكلام ده. ولكن مع كل نعم ربنا عليهم ومع كل القوة والمصانع اللي هم عملوها، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ابتدوا يخزنوا، ابتدوا يزرعوا، ابتدوا يفهموا مفاهيم جديدة وأسرار جديدة عن الحياة البشرية ما كانتش موجودة أيام نبي الله نوح. ابتدوا يبنوا ويتطوروا في العمارة بشكل كبير جدا، ابتدوا يعملوا مصانع وتصنيع وزيوت وحبوب، ابتدوا يخزنوا، ابتدوا ان هم يهتموا بصحتهم، ومن كتر البنيان والأعمال بتاعتهم انعكس على بنيانهم ان أجسادهم كانت قوية جدا. ولكن مش ال4 متر وال5 متر خالص، مفيش الكلام ده، كانوا اجسادهم زينا، بس تقدر تقول كانوا ايه، كانوا بادي بيلدينج يعني، لان مفيش اي اثر او اي هيكل عظمي من وقت نبي الله ادم لحد اخر الانبياء سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، بيدل على ان هيكل الانسان العظمي اختلف في الطول، او كان الطول زي ما كان بيقال في بعض الكتب التاريخيه 4 متر و5 متر، الكلام ده مش مظبوط تماما. ولكن قوم عاد كانوا عايشين في رخاء وكانوا عايشين في ازدهار، واشتهروا ببناء القصور والمدن الضخمه. ومع كل ده، مع نجاحهم ومع استقرارهم ومع بنيانهم القوي ومع أموالهم ومع مصانعهم، للأسف وقعوا في نفس الفخ اللي الشيطان عايزهم يقعوا فيه، وابتدوا برضو يعبدوا الأصنام. وابتدى الشيطان يفهمهم إن الكون بلا حاكم وبلا إله، وتقدروا تعملوا اللي انتم عايزينه فيه وبراحتكم. فجه الوقت اللي يبعت لهم نبي الله هود عليه السلام. نبي الله هود من أقوى الأنبياء، لأن نبي الله هود نزل لقوم أقوياء جدا وأغنياء جدا، على عكس نبي الله نوح ما كانوش لسه وصلوا للثراء أو الغنى اللي ربنا اتكلم عنه عن قوم هود أو قوم عاد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلاص الموضوع اتحفظ، لا إله إلا الله هي القضية العظمى اللي كل الأنبياء جم بيها، إن مفيش إله غير ربنا. وابتدى يتبع النهج اللي احنا هنتعلم منه كل حاجة في حياتنا العملية أو حتى في حياتنا الشخصية. سيدنا هود يقول لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. طبعا تخزنوا في ثمار وفي حبوب عشان تخلدوا في الأرض دي. وإذا بطشتم جبارين. جم على الفقراء. قوم عاد كان فيهم ناس فقراء برضو كانوا بيفتروا عليهم، فاتقوا الله وأطيعوا. لو تفتكروا برضو نوح قال لهم نفس القصة، قال لهم اتقوا الله واسمعوا كلامي. نفس الرفض اللي دايما موجود مع كل نبي. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. خلاص ارتاح بقى يهود،
احنا مش هنسمع كلامك ومش هنسيب الآلهة بتاعتنا ومش هنصدقك وما توجعش دماغك معانا. نفس الرفض. يحاول نبي الله هود معاهم ويقنعهم مرة واثنين، وبرضه يقول لهم استغفروا ربنا عشان يزدكم قوة إلى قوتكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هنا كان سيدنا نوح يقول لهم استغفروا ربكم انه كان غفارا، يقول لهم استغفروا ربكم وايه وتوبوا بقى، وقفوا اللي انتوا بتعملوه ده وبطلوا تعملوا البلاوي اللي انتوا بتعملوها وعباده الاصنام والكلام ده كله. يرسل السماء عليكم مدرارا، اداهم برضو ايه المنفعه، لما انتوا هتستغفروا هتتوبوا ربنا هيرسل السماء عليكم مدرارا. مش بس كده، بتحبوا القوه ويزدكم قوه الى قوه، خلاص هتزدادوا قوه كمان على القوه اللي انتوا ايه فيها. ولا تتولوا مجرمين. خد بالك المجرمين عكسهم مين؟ المسلمين. عكس المسلم المجرم مش الكافر. فاصبح ان هم اجرموا، يعني ايه؟ لم يسلموا لله. عشان كده ربنا يقول لك ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اللي اجرموا وامنوا، عكس الايمان او عكس الاسلام هو الايه؟ هو الاجرام. فاصبحوا مجرمين. بلاش تبقوا مجرمين. وابتدى يقدم لهم حلول، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. المهم ما سمعوش الكلام وابتدوا يستكبروا. ربنا يقول لك ايه بقى؟ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله. خد بالك ده تقريبا سيدنا هود مش اول رسول يبعث لعاد، لان ربنا جاب لك رسله، يعني في جمع في الموضوع. واتبعوا امر كل جبار عنيد. استحقوا ايه بعد كل ده؟ الطبيعي، يستحقوا الهلاك. ولكن هلاكهم هنا كان فيه عبرة شوية، كان مختلف عن هلاك قوم نوح. هنا الهلاك كان مختلف، كان في ابديت وفي تحديث على قدر اللي هم كانوا بيعصوا ربنا بيه. يعني هم كانوا بيعصوا ربنا بالايه؟ بالمباني وبالمصانع وبالكلام ده كله. او كان عقابهم ايه؟ لما تحدوا نبي الله هود وقالوا له خلاص اللي عندك اعمله بقى، حصلت حاجه جميله جدا. ابتدوا يشوفوا زي السماء بتغيم كده، قال لك بس خلاص ده ايه؟ ده الدنيا هتمطر والايه والحياه تبقى حلوه يعني. فارسلنا عليهم ريحا صرصر عاتيه تدمر كل شيء. جالهم رياح تدمر لهم كل المباني وكل القصور وكل حاجه. وربك يقول لك تاني ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر. يا نهار ابيض، تخيل انت الناس كانت بتطير كده زي ورق الشجر بالمعنى الدارج يعني. الناس كانت بتتكسر وبتطير من كتر الايه؟ من كتر رياح. وفضلت مستمره تقريبا ل8 ايام. متخيل القصة دي؟ نبي مدعوم برسالة من ربنا راح لقوم أقوياء جدا، فضل يدعو ويستمر في الدعاء بتاعه، في الآخر ما سموش الكلام، حق عليهم العذاب. ولكن في شوية رسائل هنا ليه مختلفة شوية، هم تقريبا 7 رسائل. تعال ناخدهم واحدة واحدة كده ونفهم الرسائل دي لو طبقناها في البيزنس بتاعنا من قصة نبي الله هود ايه اللي ممكن نستفاده. رقم 1 الاعتماد على الله والإيمان واليقين بالله. لأن خد بالك هود كان رايح لقوم أقوياء جدا، فكان انتصاره عليهم بايه؟ بقوه ايمانه بربنا سبحانه وتعالى. ده بيفكرني لما انت تبقى لسه بادئ مشروع والمشروع ده فيه حيتان، في ناس كبيره جدا، او مثلا انت عايز تفتح محل اكل وفي ناس في نفس المجال ده وفروعها في العالم كله، فانت مطالب تخش بايمانك بربنا، لان اللي هينصرك في الفتره دي او في المرحله دي هي ايمانك بربنا سبحانه وتعالى مهما كان المنافس بتاعك قوي. رقم 2 الاستمراريه. لازم تكمل في رسالتك، لازم تكمل في مشروعك، لازم يبقى عندك فهم ان اللي هينجحك هو استمرارك. مع قوتهم ومع رفضهم كان ممكن خلاص يجيف اب ويستسلم يعني، ولكن سيدنا هود كمل زي ما كمل سيدنا نوح وكمل في رسالته واستمر فيها. رقم 3 دي خطيرة جدا، وهو ان انت لو جينا اتكلمنا على قوم عاد كانوا نجحوا، وعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني كانوا عاملين نجاح كبير جدا، بس للاسف ما خدوش من النجاح ده واستفادوا بيه ان هم يشوفوا ويتفكروا ومين اللي اداهم القوة ومين اللي سخر لهم الارض ومين اللي اداهم القدرة دي كلها. فاحذر ان انت لما توصل لنجاح تنسى المسبب او تنسى اللي ساعدك او تنسى اللي سخر لك الارض عشان تنجح، لانك وانت في مشروعك هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسر لك الدنيا كلها وهو اللي ساعدك لحد ما وصلت. فلازم الشكر، لو ما شكرتش هيحصل ايه؟ الهلاك طبيعي، هيبقى هو النتيجة. رقم 4 مهم جدا، تقدم الحلول قبل فوات الاوان. لو عندك عميل غضبان، لو عندك حد من الشركاء او من الناس اللي شغالين معاك عايز يمشي، ما تبقاش سهل ان حد يمشي وخلاص، لازم تقدم حلول. زي ما سيدنا هود ادى حلول لقوم عاد، قال لهم لو استغفرتوا ربنا هيعمل معاكم ايه؟ هيديكوا قوه الى قوتكم، يعني هو هيزيدكم قوه، لان ايه؟ هم كانوا بيحبوا القوه جدا يعني. رقم 5 لازم تكون متكيف مع الردود السلبيه، لازم تتقبل الرفض، هنؤكد عليها، لازم تترفض في بدايه البيزنس وحتى بعد ما هتنجح هتفضل تترفض. الرفض جزء كبير جدا من النجاح، يعني انت تروح تترفض 10 مرات عشان تنجح مره، فلو عايز تنجح 10 مرات روح اترفض 100 مره. لازم في عميل مش هيعجبه، في ناس مش هتيجي، في ناس هتؤمن بيك، في ناس مش هتؤمن بيك، فين المشكله؟ فلازم يبقى عندك تكيف
التكيف مع الردود السلبية، وازاي ان انت تعرف تتعامل معاها في المشروع بتاعك. رقم 6، لازم تركز على الفاليوز او القيم او الاخلاق. لازم مهما بلغت من قوة، من مال، من سلطة، من نفوذ، من بيوت، من أسور، لو ما عندكش قيم وأخلاق هتنهار زي ما انهار قوم عاد. لازم أخلاق. اللي نجى هود والذين معه إيه؟ الأخلاق. واللي نجى نوح الأخلاق. أخلاق يعني إيه؟ يعني في قيم. إحنا مش هنبقى جبارين، مش هنبقى فاسدين، مش هنبقى كافرين بكل نعم ربنا. دي كلها فاليوز أو قيم أخلاقية لما تتحلى بيها في البيزنس بتاعك أو في مشروعك، ثق إنك هتقدر تنجح بشكل كبير جدا قصاد أي حد مهما بلغ من قوة أو نفوذ لو عندك أخلاق، وطبعا قبليهم يكون عندك إيمان. رقم 7، أرجوك اتعلم من اللي فاتوا وما تقعش في نفس غلطاتهم، لأن ربنا لما جاب لنا قصة نوح وقصة هود عشان احنا نتعلم، عشان يقول لنا خدوا بالكم طول الوقت في نذر هتجيلكم وفي رسائل من عندي هتجيلكم هتوجهكم. لو انت بتعمل حاجة غلط في الشغل بتاعك، لو انت بتاكل حقوق الناس، لو انت بتفتري على الضعيف، لو انت جبار وفاسد، خد بالك لازم تتعلم. نوح قومه غرقوا، وهود قومه شوية ريح دمروهم، ما سابوش أي حاجة منهم. فأصبح إن حضرتك لازم تتعلم الدروس كويس جدا، ولازم تستفيد في المشروع بتاعك. تشوف الشركة اللي في نفس مجالك فشلت ليه وعملوا إيه وما تعملوش، وتشوف اللي نجح ليه وتزود عليه، ما تقلدوش. فربنا يقول لك وإنه أهلك عاد الأولى. إيه ده، هو في عاد التانية؟ طب ربنا ما اتكلمش على عاد التانية ولا التالتة. شوف بقى حكمة ربنا ودقة التفاصيل. ودي آخر حاجة، إنه سبحانه وتعالى لما جه العذاب أو العقاب على قوم عاد اللي هي الأولى، في نفس الوقت ده كان وارد في القرية دي كان في حد بيزور أهله في قرية تانية، أو في حد مسافر، أو في حد كان في منطقة تانية ما كانش موجود في القرية. فالناس دول لما رجعوا عملوا قوم تاني اللي هي من فهمنا اسمها تبقى إيه؟ عاد الثانية. فده يعلمك إن حتى لو أنت مؤمن بربنا صح، ممكن تكون الهلاك والدمار بيحصل في مكان وأنت أصلا موجود في المكان ده، بس من رحمة ربنا بيك إن هو يوديك مكان تاني أو يحيلك إن أنت تروح مكان تاني، عشان لما العقاب يحصل تكون أنت مش موجود، بس بشرط تكون مؤمن وموحد بربك سبحانه وتعالى، وما تكونش بتشرك بيه أي شيء. لأن إحنا جايين الدنيا دي عشان نؤمن أن لا إله إلا الله. دي كانت قصة هود والحيتان والجبابرة والعتاولة اللي تديك أمل وتقول لك اوعى تخاف، دوس بإيمانك وبيقينك في ربنا سبحانه وتعالى في مشروعك وفي حياتك، وثق إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. طول ما أنت ماشي صح، طول ما أنت بتعمل اللي ربنا قال عليه، مشروعك دايما هيطلع من نجاح لنجاح. وأخيرا حابب أعرف منك إيه أكتر حاجة استفدتها ونورت معاك، وأكتر قرار خدته بعد ما عرفت قصة نبي الله هود والحيتان أو العتاولة بتوع السوق ساعتها، أو عتاولة القرية أو عتاولة المدينة بتاعت عاد. وقول لي لو في حد حابب ان هو يسمع الكلام ده ممكن يبقى مين، ولو استفدت ابعت له الفيديو ده او عرف القصة دي لأقرب الناس ليك، او لو حابب تنشرها للمجتمع يستفيد منها، هتكون ساعدت في نشر علم وربنا يجازيك خير عليه ان شاء الله. ويعني لو حبيت تشوفني تاني اعمل اشتراك او اعمل متابعة، لان ان شاء الله هتشوفني في الحلقات الجاية عن نبي تاني وعن قصص وعن عبر كتير جدا هنستفيد منها في حياتنا بإذن الله. كنت معاكم محمود حسن، الأنبياء والبزنس. سلام.